Welcome to our channel. أنا دينا أسامة وده برنامج English Dubs. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي تبدأ محادثة بالإنجليزي. النهاردة هنتكلم عن ازاي تنهي محادثة، وزي ما اتفقنا ان الكلام اللي هتقوله بيختلف على حسب الموقف اللي انت فيه او المكان اللي انت فيه وعلى حسب الشخص اللي انت بتتكلم معاه. في حالة انك بتتكلم مع شخص مش قريب ليك قوي او يعني مش واخدين على بعض، او حد مثلا لسه بتعرف عليه قريب، او حد اعلى منك في المكانة زي مثلا مديرك في شغلك او المدرس بتاعك لو انت طالب، ففي الحالة دي هتحتاج ان انت تتكلم بطريقة فورمال او طريقة رسمية، لان العلاقة ما بينكم اصلا علاقة فورمال، او هتتكلم الى حد ما بطريقة فورمال لو هو شخص انت يعني العلاقة بينكم مش قوية قوي. لو انت في الشغل وبتتكلم مع مديرك مثلا وخلاص عايز تنهي المحادثة، فانت ممكن تعمل زي summary او ملخص كده للمحادثة اللي كانت ما بينكم، او انك تتكلم عن الفعل اللي هو امرك بيه ان انت تعمله، فساعتها انت بتديله زي اشارة كده ان انت خلاص عايز تنهي المحادثة دي. فلو كان امرك مثلا ان انت تحل مشكلة ما، فعلشان تنهي المحادثة دي هتقول Okay, so I'll solve this problem and things will get better. Okay, so I'll solve this problem and things will get better. Okay, so I'll solve اللي هي I will تختصرها I'll solve this problem and things will get better. معناها ان انا تماما هحل المشكلة دي وان الامور سوف تتحسن. Okay, so I'll solve this problem and things will get better. get مش هنتك على حرف التي اللي في الاخر الكلمة قوي، هناكله كده ما بين الكلمتين، فهنقول things will get better. Things will get better. Things will get better. Okay, so I'll solve this problem and things will get better. Okay, so I'll solve this problem and things will get better. Okay, so I'll solve this problem and things will get better. Okay, so I'll solve this problem and things will get better. And things will get better. Okay, so I'll solve this problem and things will get better. Okay, so I'll solve this problem and things will get better. لكن لو انت بتتكلم مع زميلك مثلا في الشغل وعايز تنهي المحادثة دي، فانت هتستنى الوقفة بسيطة كده في المحادثة وهتنهي المحادثة، لكن ما يبقاش في وسط ما هو بيتكلم وانت تنهي المحادثة وتمشي. لا، انت هتستنى بس الوقفة بسيطة تكاد تكون ثانية او اقل من الثانية، وتقول في كذا حاجة ممكن تقولهم. فاول حاجة معانا anyway I should get back to work. anyway I should get back to work. anyway I should get back to work. I should get back to work. anyway I should get back to work. يعني انا مضطر ان انا ارجع للشغل. anyway I should get back to work. anyway I should get back to work. 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 زي ما اتفقنا تي في اخر الكلمة ما بنتكش عليها، فهنقول get back. I should get back to work. anyway I should get back to work. في حاجة كمان ممكن تقولها وهي anyway I've got a few more things to take care of. anyway I've got a few more things to take care of. I've got اللي هي I have got. I have هنختصرها ل I've. anyway I've got a few more things to take care of. anyway I've got a few more things to take care of. anyway I've got a few more things to take care of. I've got a few more things to take care of. anyway I've got a few more things to take care of. ودي معناها ان انت وراك حاجات لازم تعملها. ممكن بقى لو انت حابب تبين للشخص اللي قدامك ان انت يعني خايف على الوقت بتاعه، ودي ممكن تقولها مع مديرك او زميلك في الشغل عادي، مش هتفرق، الاتنين تمشي معاهم. فانت هتقول well I know you're busy so I don't wanna keep you. well I know you're busy. you're اللي هي you are ونختصرها ل you're. well I know you're busy so I don't wanna keep you. wanna اللي هي want to نختصرها ل wanna. I don't wanna keep you. والتي اللي في آخر كلمة don't
مش هنتك عليها لما نقولها وسط الجملة، فهتبقى يعني زي مش موجودة كده، أو ما بنتكش عليها قوي في النطق، فبتتاكل كده شوية ما بين الكلمتين. فهتقول I don't wanna keep you. I don't wanna keep you. Well, I know you're busy, so I don't wanna keep you. Well, I know you're busy, so I don't wanna keep you. دي معناها ان انا عارف ان انت مشغول، فانا مش عايزة اعطلك. في حالة بقى انك بتتكلم مع صديقك، ودي طبعا علاقة informal او غير رسمية، فالكلام هيكون informal. فلما تحب تنهي conversation او محادثة ما بينكم، هتدي زي positive comment او تعليق ايجابي على المحادثة اللي كانت ما بينكم، وتدي سبب ان انت لازم او ان انت مضطر ان انت تنهي المحادثة دي دلوقتي. فممكن تقول well, it was nice talking to you, but I have to go. Well, it was nice talking to you, but I have to go. ودي معناها ان يعني المحادثة معاك كانت لطيفة وكنت مستمتعة ان انا بتكلم معاك، بس انا مضطر ان انا امشي. Well, it was nice talking to you, but I have to go. Well, it was nice talking to you, but I have to go. Well, it was nice talking to you, but I have to go. It was nice talking to you. It was nice talking to you, but I have to go. But I have to go. It was nice talking to you, but I have to go. Well, it was nice talking to you, but I have to go. ممكن كمان تقول yeah, I'd love to keep chatting, but I have an appointment. Yeah, I'd love to keep chatting, but I have an appointment. أنا حابب إن أنا كنت حابب إن أنا أكمل كلام معاك، بس أنا عندي ميعاد. Yeah, I'd love to keep chatting, but I have an appointment. Yeah, I'd love to keep chatting. I'd اللي هي I would ونختصرها ال I'd love to keep chatting, but I have an appointment. But I have an appointment. But I have an appointment. Yeah, I'd love to keep chatting, but I have an appointment. Yeah, I'd love to keep chatting, but I have an appointment. وكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. اعملوا لايك وشير للفيديو مع صحابكم عشان الكل يستفاد، واعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه عشان تتابعوا معانا الحلقات الجايه. كانت معكم دينا أسامة من English Dogs.